شركة فيوتشر جروب بتقدم لكم ماكينة عد نقود ماركة تي ناشونال 950. الماكينة نظام 3 شاشات، شاشة أمامية وشاشة تانية جانبية وشاشة تالتة متحركة ممكن أشيلها وأحطها زي ما أنا عاوزة. الماكينة نازلة لأول مرة في مصر، نظام تاتش وزراير، نظام تاتش أهو ونظام زراير في الشاشة الجانبية. طيب هنشوف أول خاصية مع بعض وهي خاصية كشف فلوس مزورة. معايا هي رزمة من فئة الميتينات، هنحط في وسطيها 3 ورقات مزورين من فئة الميات والميتينات أهو، هنحطهم بشكل عشوائي ونشوف خاصية كشف التزوير سوا مع بعض. أول ورقة مزورة وفي عندها ودتني ألارم أو إنذار، أكمل. تاني ورقة مزورة أهي، أكمل. تالت ورقة مزورة وكملت لي عادي عدد الورق السليم 100 ورقة والإجمالي 20,000. تاني خاصيه هنشوفها مع بعض وهي خاصيه الاد او الجمع. هنضيفها هي على الشاشه، هلاقيها اتضافت. الاد دي لازمتها ان انا كل ما اعد عده بتعد لي على العده اللي قبلها، مش بتعد من الصفر. فاول مره هتبدا من الصفر عادي جدا كاول عده. اهي معايا رزمه من فئه الميتينات، قالت لي العدد 100 ورقه والاجمالي 20,000. لما اجي احط عليها ورق مش هتعد لي من الصفر، هتعد على ال 100 دول. ممكن ازود عليها اي فئه ثانيه مختلفه، وليكن مثلا 20 ورقه من فئه الميات. هنغير بس الفئه، خليها فئه الميات ونحطهم على ال 100 ورقه دول. فقالت لي ان عدد الورق 120 ورقه واجمالي الفلوس اللي هي الميتينات على الميات 22,000. دي بالنسبه لتاني خاصيه. تالت خاصيه هنشوفها مع بعض وهي خاصيه الباتش او التقسيم. خاصيه الباتش دي ان انا عايزه اقسم عدد الورق لعدد انا عاوزاه، وليكن مثلا عايزه المكنه تقف عند كل 25 ورقه او عند كل 50 ورقه. كل ده عن طريق الخواص اللي هي على الشمال دي او الارقام. هدوس مثلا وليكن 2 5، هيظهر لي على الشاشه 25. اذا المكنه كل 25 ورقه تقف عندهم اهو. اول 25 ورقه اهو، تاني 25 ورقه، تالت 25، اخر 25 ورقه. طبعا اتاكد ان المكنه فيها علامه اوريجينال، علامه مائيه. شركه فيوتشر جروب بتديكوا ضمان 3 سنين، فروعنا القاهره واسيوط وسوهاج واسوان، والتوصيل لاي مكان. شكرا.